السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي سويت أند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناة، وانتوا بتشتركوا في القناة ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الإشعارات الخاصة بالقناة عندي. النهاردة احنا هنعمل كشري، وهنعمله في حلة واحدة، وهقول لكم كمان على الصلصة بتاعة المحلات، وجبة كاملة متكاملة، وازاي الكشري يطلع منكم مفلفل، وهتشوفوا دلوقتي. بسم الله ونبتدي. أول حاجة العيش الشامي أو لبناني بنقطعه أي تقطيع كده، وفي زيت غزير حبة قليلين، يعني أنا بقلي على مراحل، قلت لكم قبل كده عشان نوفر الزيت، وهقولها في كل فيديوهاتي لما نحب نوفر الزيت نقلي في طاسة صغيرة. بقلي كده، بجيب الطاسة وبملاها زيت وبحط فيها العيش بتاعي، يا دوبك يطلع شايف اللون اللي هناك ده حلو قوي كده. وبعد كده نصفيه، طلعوه فاتح علشان لما هيبرد هيغمق شويه. نيجي بقى للبصل بتاعنا. البصل يا جماعه يفضل انه يكون بصل ابيض. ليه بقى بنقول بصل ابيض؟ علشان البصل الابيض عزيز في نفسه وقوي الشخصيه. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ ما بينزلش ميته بسهوله وما بيتبلش بسهوله، غير الأحمر بينزل مية على طول، وكمان بياخد لون بسرعة، فبتفرق. والقرمشة بتاعته كمان هتقعد معانا أكتر. لكن لو ما عندناش غير الأحمر عادي اعملوه، مش هيطلع وحش على فكرة، بس يعني ايه، على بالليل أو بكرة الصبح مش هيكون مقرمش خلاص. المهم هنقطعه بالسكينة رفيع زي أنا ما عاملة كده، أو بالمبشرة بتاعة البطاطس الشيبسي. وهنحط خليط كده يعني متساوي ما بين النشا والدقيق، وعليهم ملح. هنغلفها كلها، والزيادة ننفضها كده ونفرقهم على بعض. وفي زيت برضو يكون غزير وساخن نروح منزلين فيه البصل بتاعنا. طلعوه فاتح علشان لما هيبرد هيغمق شوية. متفقين؟ اول ما هنلاقي صوت البابلز دي هديت كده نقلب بس بقى كده، نفضل بقى جنب الطاسه نقعد نقلب كده علشان ما ياخدش مننا لون من حته وحته ويبقى طعمه زي المحروق. متفقين؟ طيب نيجي بقى لصلصه الكشري. صلصه الكشري دي عباره عن ايه؟ توم متشوح في شويه زيت، متقطع اي تقطيع مش مهم. وبعد كده بنجيب القوطة بنضربها في الخلاط، ونحط عليها شوية توم حلوين. الصلصة بتاعتنا هتختلف عن صلصة المحلات في حاجة بسيطة جدا في اللون. ليه؟ هما ما بيجيبوش القوطة الحمراء اللي احنا بنجيبها، هما بيجيبوا قوطة بتبقى هي قوطة مخصوصة للصلصة، حتى بتتباع عند بتاع الخضار، يعني مثلا تبقى ب2 جنيه والقوطة الجامدة بتبقى ب6 جنيه. شايفين الفرق؟ هما بيجيبوا القوطة دي عشان كده بيطلع اللون بتاعها فاتح بتاعهم عن بتاعنا. وكمية التوم طبعا بتفرق. هنضربها كلها في الخلاط ومن غير ما تصفوا ولا أي حاجة، وعلى الحلة على طول اللي متشوح فيها ايه؟ التوم. بعد كده هننزل عليها بالكمون والملح. الصلصة ما بيتحطش عليها فلفل اسود، بيتحط عليها كمون وملح بس. هنسيبها تغلي، واول ما تغلي هنخلي النار اقل من المتوسطة ونغطي ونسيبها مع نفسها تتسبك على ما نخلص بقية الاكل بتاعنا. انا طبعا باكد على حتة ان الصلصة هتفرق في اللون لكن الطعم مستحيل. جربوها وهتدعولي باذن الله. طيب نيجي بقى ايه للكشري بتاعنا بقى الاساسي، العدس. العدس يا جماعه بنجيبه عدس بجبة، بنبيته قبليها ليلة في يوم في مية كده، بنشطفه وبنحطه في مية بقى وبنسيبه. ليه بنبيته ليلة؟ أولا بينفش معانا فبيفرق معانا في الكمية، ده لازم ضروري يعني. وتاني حاجة الناس اللي عندها قولون لو ما عملتش الحركة دي هتتأثر جدا وهتتعب جدا بعد الأكلة دي. هجيب مية سخنة وأحطه فيها، أديها غلوة واحدة على النار، غلوة مش أكتر، بأكد أهو. ونشيلها على الجنب ونغطيها ونسيبها. وده شكلها طبعا الريم ده كله هشيله دلوقتي، وهبتدي بقى ايه، اغطيه واسيبه على الجنب عشان اشتغل في باقي الحاجه بتاعتنا. هنجيب حله هنحط فيها الشعريه. انا مش هكتب مقادير ولا كميات، انا هقولكوا على التريكات وانتوا طبعا الكميات زي ما تحبوا. الشعريه هنحمرها لغايه ما توصل لونها كده، تتحمر كده في شويه زيت من زيت البصل. احنا من بعد ما بنقلي زيت البصل يعني بناخد الزيت بتاعه نستخدمه في كل الاكل. وبعد كده بنزل بالرز وبشوح طبعا كميه الرز زي ما انتم عايزين. يعني انا مثلا هنا حاطه كوبايه ونص من الشعريه، حاطه عليها ربع كوبايه رز، احنا ما بنحبش الرز كتير. المهم هنشوحه كله مع بعضه كده لغايه ما احس ان الرز اتغلف. هنزل عليه بالعدس اللي انا كنت سايباه شويه على ما اخلص الشعريه والرز. هنزل، بصوا ماسكه نفسها ازاي عشان هي ايه ما اتسلقتش. وبعد كده هشوحهم مع بعض، وهنزل بالمكرونه ايا كانت نوع المكرونه اللي انتم عايزينها براحتكم، وتكون نيه مش مسلوقه ولا اي حاجه. نيجي لاهم نقطه وهي الميه. الميه يا جماعه اوعوا تزودوا الميه. بصوا شايفين يا دوبك مغطياها بنص عقله صباع، مش اكتر من كده، اللي هو باينه اهي، الحاجه باينه تحت الميه اهي، مش زي الرز مثلا بيبقى هو تحت والميه فوق، لا. بعد كده بنحط الملح والكمون ونقلبهم ونغطي. اول ما هيغلي نهدي بقى النار خالص ونسيبه من 10 ل 12 دقيقة وهيطلع معاكم بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. بصوا الرزاية رزاية والشعرية شعرية، كل حاجة منفصلة ومفلفلة وزي الفل. حتى المكرونة اهي ما سلقناهاش ولا اي حاجة، بصوا طالعة ازاي. طبعا باين قصادكم ان هو سخن اهو، لان الكاميرا طبعا البخار مأثر عليها في الإضاءة بتاعتها. طيب
هنيجي بقى لايه، للدقه دي. طبعا في ناس بتعمل الدقه اللي هي بالثوم، انا ما بحبهاش بصراحه. انا بعمل الدقه دي، كانت ماما هي اللي بتعملها على طول الله يرحمها. بنحط عليها كمون وكزبره وشطه مقادير متساويه، وفص ثوم او فصين، وبنحط عليها معلقتين كبار خل ومعلقه ليمون وملح حسب الرغبه. وبعد كده بجيب ميه واقلبهم كلهم مع بعض واظبط بقى ملحها وكمونها. خلصناها، نيجي بقى للشطه. بنجيب شطه وبنجيب شويه من زيت البصل ونحطهم ونسخنهم وننزل عليهم بالشطه، ونفضل مع بعض كده ايه لغايه ما نبتدي بقى ايه نشم ريحه ونبتدي نعطس كده، يبقى هي تمام واتحمرت. لو في اطفال نقفل عليهم باب الاوضه ونفتح الشقه كلها. و اول ما الريحه هتعمل معانا نروح نازلين بشويه خل طشنها كده زي الطشه بتاعه الثوم مثلا. وبعد كده اخد من الصلصه بتاعتي وانزل عليها بقطع قوطه متقطعه صغير كده عليها بس. ولا اسهل ولا اسرع ولا اجمل من كده. اتفضلوا الاكله بقى، بصوا شكلها ازاي. كان نفسي بصراحه اجيب اللي هي الاطباق بتاعه الكشري فعلا بتاعه المحلات، بس ما عنديش بصراحه. لكن انا حبيت اقدمها بطريقه شيك كده ولذيذه وحلوه وكانها في مطعم 5 ستار. اتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.